مشكلتي ان كل مره ادخل على السوشيال ميديا الاقي نفسي فجاه مش مبسوط. واحد سافر، واحد اتجوز، واحد اشترى عربيه، وحد فتح مشروع. طب وانا يا جماعه ده انا لسه بقول يا هادي بحس بعديها اني متاخر واني مش في المكان اللي المفروض اكون فيه. اللي اكتشفته بقى واتاكدت منه ان المشاعر دي مش انا بس اللي بمر بيها، لا بالعكس ده كلنا مرينا وبنمر بيها يوميا، وسببها الاساسي هو المقارنه. ايه بقى المقارنه دي وايه المشكله فيها؟ وهل هي فعلا زي الحمى بتسحب كل واحد يعدي من جنبيها؟ واسئله تانية كتير هنجاوب عليها النهارده. فصل على النبي وجهز مشروبك وتعالى نحل الكارثه الكبيره دي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حديث جديد من حديث تمك. بسم الله. المقارنة عادة خطيرة جدا بنتعلمها من صغرنا، والمضحك في الموضوع إننا مش بناخد بالنا منها غير لما حياتنا تتلخبط، نقعد نقارن نفسنا باللي حوالينا في شكلهم، نجاحهم، شغلهم، وحاليا بقى عدد المتابعين عندهم. والكارثة إن المقارنة دي بتحصل من غير إذنك، عاملة بالظبط زي التطبيقات اللي بتنزل مع الموبايل اللي محدش بيعرف يمسحها. طيب ماشي، فين المشكلة يا عم محمد؟ المشكلة إنك خسران على طول، لأنك غالبا بتقارن أسوأ ما فيك بأحسن ما في غيرك. بتشوف إنجازات الناس من بره بس مش بتشوف تعبهم ولا صراحهم ولا اللحظات اللي كانوا بيحسوا فيها انهم فاشلين. يا جدع ده انت كميه القهوه اللي شربوها عشان يوصلوا ما شفتهاش. في مقوله بتقول ما تقارنش بداياتك بنهايه حد تاني. يعني يا باشا لما تكون لسه بتبدا طريقك اوعى تقارن نفسك بحد تاني قطع في الطريق ده سنين، لان المقارنه في الحاله دي غير عادله ابدا ومحبطه. لان زي ما قلنا انت بتقارن خطواتك الاولى بانجازات حد وصل بعد تعب وتجارب طويله. طب السؤال احنا بنقارن ليه اصلا؟ لاننا ببساطه تربينا على مبدا شوف غيرك عمل ايه. بص ابن خالتك طلع الاول وانت لا، صاحبك جاب اكتر منك ليه هو احسن منك، ومقارنات زي دي كتير. وكمان لان صوره الشخص الناجح ملهاش غير شكل واحد عندنا: عربيه، شقه، جواز، شغل كبير. وكأن الانسان لو اختار طريق مختلف او لو اتاخر يبقى فشل ذريع. ولما كبرنا بقى دخلت طبعا السوشيال ميديا تزود الطين مش بلا، ده بقى شلال طين. الناس بتعرض بس اللحظات الحلوه، الانتصارات، الصور الفلتر، الضحك، السفر، ولا كأن حياتهم عباره عن مسلسل تركي اسمه الجنه على الارض. فالعقل يصدق ان دي حياتهم كلها وانك الوحيد اللي حياتك بتخبط في بعضيها. وحتى لو فعليا ده حقيقي فاللي بتشوفه مجرد لقطه مش القصه الكامله، يعني بتشوف النتيجه مش الرحله. طيب يا عم محمد هل الموضوع ده ليه اثار سلبيه؟ كتير بصراحه. اول حاجه بتحسسك انك اقل على طول. يعني مثلا تبقى ماشي في طريقك تمام وبتتطور واحده واحده، لكن اول ما تفتح السوشيال ميديا وتشوف حد في نفس مجالك سابقك فجاه كل التعب اللي عملته يبقى ولا كانك عملت حاجه. تحس انك متاخر وانك عمرك ما هتوصل زيه، مع ان كل واحد له سرعه مختلفه في رحلته. فما تبقاش كانك بتجري في سباق ومع كل خطوه بتبص على اللي جنبك بدل ما تركز في خطوتك انت. الحاجه الثانيه بتسرق منك الرضا. المقارنه بتخليك دايما شايف اللي ناقص عندك مش الموجود، اللي هو بالمناسبه كتير جدا. تلاقي نفسك طول الوقت تقول فلان عنده وانا لا، بدل ما تقول الحمد لله انا عندي كتير. فلو قعدت تعد نعم غيرك وتنسى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ليك هتعيش طول الوقت مش مبسوط حتى لو عندك حاجات ناس كتير بتحلم بيها. الحاجه الثالثه بتقلل من نفسك. لما تلاقي واحد في سنك حقق نجاح معين تبدا تحكم على نفسك انك فاشل لمجرد انه سابقك في حاجه، مع انك مش شايف حياته كلها ولا التحديات اللي واجهها. زي طالبين في نفس السنه، واحد مذاكر في هدوء وسكينه وطلباته كلها مجابه، والثاني مذاكر وسط دوشه ومسؤوليات، فالطبيعي النتيجه تختلف. المقارنه بتخليك تشوف النتيجه بس وبتغمي عينك عن اي فرق في الظروف. الحاجه الرابعه بتشتتك عن هدفك. بدل ما تركز على طريقك تفضل تبص على طريق الناس، وكل يوم تغير خطتك لانك شفت حد نجح بطريقه ثانيه، بالظبط زي اللي ماشي على الجي بي اس وبيسيب الطريق كل شويه علشان يجرب شارع مختلف، بس في الاخر بتوه. المقارنه كده بالظبط بتضيعك عن هدفك الاصلي. الحاجه الخامسه بتدخلك دائره احباط، تحس ان مفيش فايده وان كل الناس بتتقدم الا انت، وده بيخليك تبطل حتى تحاول. لاعب خسر ماتشين فقرر يعتزل اللعبه كلها بدل ما يتعلم من الخساره. هل ده منطقي؟ اكيد لا. الحاجه السادسه بتعيشك حياه مش بتاعتك، تبدا تقلد ناس في لبسهم، شغلهم، طريقه حياتهم، حتى طريقه كلامهم، بس في الاخر تكتشف انك مش سعيد، وده لانك ماشي في طريق مش طريقك. بالظبط زي اللي لابس جزمه مش مقاسه مهما كانت حلوه مش عارف يمشي بيها مرتاح. السؤال بقى نعمل ايه علشان نطلع من الفخ ده؟ اول حاجه ارجع لنفسك. يعني قبل ما تبص على الناس اسال نفسك انا عايز ايه وايه اللي يناسبني. ايه اللي يناسبني انا مش ايه اللي يناسب صاحبي ولا ابن خالتي، لان ببساطه اللي ينافع لحد ممكن يكون مرهق لحد تاني. واحد نفسه يبقى دكتور والتاني بيحب التصوير، هل المقارنه تنفع بينهم؟ اكيد لا، علشان كل واحد هدفه ومجال عايز ينجح فيه مختلف تماما عن التاني. فلو فضلت تمشي ورا اللي حواليك عمرك ما هتعرف طريقك لانك ببساطه ما سمعتش صوت نفسك. الحاجه الثانيه قارن نفسك بنفسك، دي المقارنه الوحيده الصح. كنت فين من سنه، من شهر، من اسبوع؟ اتطورت في ايه؟ اتعلمت ايه؟ مش لازم تبقى عامل انجاز ضخم، ممكن تبقى بس بدات تنام
بدري او بطلت عاده كانت مضايقاك. يا جدع انت لو اتعلمت تعمل كوبايه شاي مظبوط ده في حد ذاته تقدم. لاعب كان بيجري 500 متر وبيتعب ودلوقتي بقى يجري كيلو كامل. الشخص ده مش لازم يبقى اسرع من الناس، كفايه انه بيجي اسرع من نفسه زمان. الحاجه الثالثه قلل استخدام السوشيال ميديا. بص عشان نبقى واضحين، احنا لو عايزين نحل موضوع المقارنه بشيء واحد في الزمن ده هيبقى انك تبعد عن السوشيال ميديا، لانها ببساطه السبب الاساسي في المقارنه. بتخليك تشوف حياه الناس كلها كانها مثاليه مع ان الحقيقه مختلفه تماما. فارجوك قلل الوقت اللي بتقضيه هناك، او على الاقل تابع ناس تلهمك مش تحبطك. انا مش هتكلم، انا هتكلم اقول ايه؟ تابع قناة أحاديث تهمك ودوس لايك واشتراك. الحاجة الرابعة اكتب إنجازاتك. لما تكتب إنجازاتك وتشوفها بعينك هتعرف إنك مش واقف مكان. اكتب كل حاجة وأي إنجاز حتى لو صغير، لأن الإنجازات الصغيرة دي هي اللي بتصنع الإنجازات الكبيرة بعد كده. زي اللي بيحط طوبة فوق طوبة عشان يبني بيت، لو وقف في النص وقال أنا ما عملتش حاجة عمره ما هيكمل. الحاجة الخامسة افهم إنه لكل واحد توقيت مختلف، مش لازم تبقى زي غيرك في السرعة والتوقيت. في ناس بتبدأ بدري وبتوصل ببطء، وناس بتتأخر شوية بس بتكمل بقوة. واحد زرع شجرة مانجا وصاحبه زرع فجل. الفجل بيطلع في شهر والمانجا محتاجة سنين، بس لما بتطلع بتفضل سنين تديك ثمر. فالمهم انك ما توقفش. واخيرا صاحبي، الحياه مش سباق، كل واحد فينا ليه فيلم وقصه وحكايه مختلفه، فبلاش تضيع وقتك في مقارنه مش بس بتظلمك، دي ممكن توقفك مكانك وتخليك تكره نفسك وتبعد عن هدفك. فالغي المقارنه من حياتك وقارن بس بين انت النهارده وانت امبارح. ركز على رحلتك، طور من نفسك، وافتكر دايما ان الحل بسيط جدا. بطل تبص حواليك وابدا بص لنفسك وبس كده. اشوفك قريب في حديث جديد من حديث تهمك. دمتم في امان الله والسلام عليكم.